السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنتكلم. شاب كاتب ان هو كان بيكلم بنت. هو مش كبير، هو كان لسه في فترة المراهقة، يعني كان تقريبا في تانية ثانوي او حاجة زي كده. فكان بيقول انا كلمت بنت في التليفون، حسيت ان انا مشدود ليها في الكلام. حبيت ان انا مثلا اشوفها، قلت لها ابعتيلي صورتك، هي رفضت. قلت لها تاني يوم برضو رفضت، تالت يوم لحد ما بعتت لي الصورة، يعني من بعيد شوية كده. ما كنتش طبعا موضح الصورة لان هي متصورها من بعيد، بس زي ما يكون حبت ان هي ترضيني وبس. طلبت ان انا اقابلها. إيه، رفضت. قلت لها تاني فقالت تمام ماشي في مكان عام وكده. انا بصراحة ما كنتش حابب ان هي توافق. مش عارف، حسيت احساس غريب جوايا لما وافقت ان انا اقابلها. انا حسيت ان انا مرتبك، حسيت ان انا متضايق. مجرد ان انا كنت بقول لها كده وبس، ما كنتش متوقع ان هي هتوافق. انا كنت عايز بس اشوفها، حاسس ان انا عايزه اشوف هي شكلها ايه على الحقيقه، طريقه كلامها ازاي، طبيعي قدامي. مش عارف. اتضايقت ان هي وافقت. المهم اتكلمنا وقلت لها خلاص ماشي هقابلك في المكان كذا. وخلاص رحنا، قلت لها مش هأخرك 10 دقايق، هنتكلم شوية وخلاص. تمام. رحت عشان أشوفها. إيه، اتصلت عليها قلت لها أيوة انتي اللي في المكان ده؟ قالت أيوة. قعدت معاها، مش عارف، حسيت ان انا مش عارف، مش مبسوط قوي، وفي نفس الوقت مش عارف، عايزة افضل موجود معاها، عايزة اتكلم معاها. اول مرة في حياتي اتحط في موقف زي ده، اول مرة اكلم بنت، اول مرة اشوف يعني ان انا اقابل بنت برا. حاجة، احساس جديد عليا، اول مرة احسه. مش عارف اعمل ايه. بتتصل عليا كتير. بقيت حاسس ان انا عايزة اتهرب منها. مش عايز، احنا ما قلناش حاجة خالص، ولا اتقابلنا تاني من بعد المرة دي. بقت تطلب هي اللي تشوفني. تقول لي مثلا انا عاوزة اشوفك. الاقيها كل يوم الصبح بعتها لي وحشتني وهكذا. ما بقتش عارف ان انا ارد عليها ولا لا. مش عارف اسيبها ولا لا. انا حاسس بتأنيب ضمير، حاسس ان انا علقتها بيا، ان انا شفتها. انا مش عارف مين اللي غلطان، انا ولا هي. بس مش عارف، حاسس ان انا متردد. مش عارف اعمل ايه، مش عارف اروح اقابلها، مش عارف اكمل ولا لأ. مش عارف اعمل ايه، حاسس ان انا غلطان. حاسس ان حطيت نفسي في موقف ما كنتش عايزة احط نفسي فيه. مش انا الولد اللي بيحب يلعب بمشاعر بنات الناس، مش انا الولد اللي احط بنت في موقف زي كده وابقى عاوز ان انا اهرب منها. مش عارفة ارد عليها ولا لأ. بطلت كذا يوم ان انا ارد عليها. انا كنت حكي لاختي الكبيرة، وقلت لها عليها وخليتها تكلمها. اختي كلمتها. اختي قريبة مني قوي، فحبت ان هي تشوفني مبسوط، عايزة تشوف مثلا. نصحتني كتير وقالت لي انت في سن ما ينفعش ان انت تكلم حد دلوقتي، المفروض تركز في مذاكرتك شوية، انت لسه شاب وقدامك مشوار طويل، سنك صغير ان انت ترتبط بحد دلوقتي. ما تفكرش ان انت عشان اول واحدة كلمتها ان انت خلاص هي دي الانسانة اللي انت هتتجوزها او ان انت هترتبط بيها. ما ينفعش برضو تفكر نفسك ان انت بتتسلى، بنات الناس مش للتسلية. نصحتني كتير. نصحتني كتير جدا وقالت لي ما ينفعش، لازم تبعد عنها. وانا حاولت كتير وبكل الطرق ان انا ابعد عنها، بس مش عارف، حاسس ان انا ببقى مبسوط ان في حد بيسأل عليا، مبسوط ان انا بصحى من النوم الاقي كلمة وحشتني. اتعودت على الاحساس ده. لما قعدت كام يوم كده ما كلمهاش، حسيت ان انا محتاج حد يسأل عليا، محتاج ان انا الاقي حد يقول لي كلام حلو. مش عارف هل انا احساسي ده صح ولا فعلا اختي الكبيرة معاها حق، ان دي مشاعر مراهقة.
ان انا هقابل غيرها وغيرها وغيرها لحد ما الاقي الانسانة اللي المفروض ان انا ارتبط بيها او احبها بجد. انا مش عارف. اختي قالت لي لسه قدامك كلية ولسه قدامك جيش. لما تحاول تغير من نفسك شوية، ان انت مثلا تبعد عنها او ان انت ما عدتش تكلمها او تصارحها مباشرة ان انت ما ينفعش تتعلق بيها اكتر من كده. وفعلا سمع كلام اخته، اتصل على البنت وقال لها ان هو حابب يبعد، مش حابب اعلقك بيا اكتر من كده. انا فكرت في الموضوع. قالت له، قعدت تعيط طبعا وقالت له انا قصرت معاك مثلا في سؤالي. انت شفت مني حاجة وحشة، تصرفاتي مش عاجباك، لبسي مش عاجبك، انا ممكن اعمل اي حاجة بس ما تقوليش كده. قال لها انت ما فيش فيكي حاجة، المشكلة فيا انا الغلط مني من البداية، ان انا سمحت لنفسي اكلم بنت وانا في السن ده. ما كانش ينفع ان انا اكلم حد دلوقتي او ان انا ارتبط بحد دلوقتي. بس عايزك تسامحيني، ما تفكريش ان انا مثلا علقتك بيا وخلاص. انت اكيد هتلاقي انسان يكون قد المسؤولية، هيكون انسان موفي يعني خلاص مسؤول. انا دلوقتي مش مسؤول، انا مجرد طالب اتشدت ليكي وانتي ممكن تكوني زيي برضو فترة مراهقة وهتعدي، ومتأكد ان انت هتنسيني وهتلاقي الانسان الاحسن مني بكتير. ما استوعبتش الموقف، بقت زعلانة. اتصلت على اخته قالت لها هو انا عملت ايه عشان يقول لي كده؟ إيه، انا حبيته، انا ممكن استناه حتى لو بعد كام سنة عادي، مش فارق معايا إيه ان انا افضل قاعدة مستنياه. قالت لها يا حبيبتي مش هينفع، هو ادم صرحك بكده يبقى مش هينفع ان انتوا تكملوا بالطريقة دي. هي حاولت ان هي تتقبل الكلام، قفلت وما اتصلتش بيه تاني. وهو خد عهد على نفسه ان هو مش هيكلمها تاني. بقى يفكر مع نفسه كتير، يصحى كل يوم متضايق مثلا ان مفيش حد بيبعت له رسالة. كان خلاص اتعود ان في حد بيسأل عليه. كان مبسوط ان في حد بيقوله كلام حلو اول مرة في حياته كان يسمعه، في اهتمام من شخص ليه. الشعور ده لوحده كان مخليه مبسوط جدا، احساس اول مرة في حياته يحسه. بس لما فكر يعني كويس جدا ان هو قال لاخته، واخته نصحته، واخته كانت متفهمة الوضع وعرفت ازاي تنصحه بجد. ودي النصيحة اللي فعلا المفروض تتقال لأي واحد في فترة المراهقة. لازم نحترم مشاعره الأول، ما نستخفش بيها. هو ما أذنبش، هو حاول ان هو يعمل حاجة الشيطان وز ليه فيها، بس في نفس الوقت ضميره اتكلم. ضميره قال له انت ايه اخرة اللي انت بتعمله، ايه اخرة كلامك معاها؟ انت لسه مجرد طالب، ما انتش عارف هتعمل ايه. يعني قدامك خلاص شاف البنت متعلقة بيه، صعبت عليه. قال لي انا علقها بنفسي كل المدة دي ليه؟ ايه اخرتي؟ انا هعمل ايه دلوقتي وانا لسه في السن ده؟ هروح اقول لباباها ايه؟ انا طالب مثلا ولسه قدامي كام سنة على ما اقدر احقق حلمي او اكون نفسي او اعمل او كده. لا، بنات الناس مش للتسلية. هو حط في نفسه كده كويس ان هو قال كده، معنى ان هو فكر مع نفسه وعمل كده ان هو انسان كويس، ان هو انسان محترم، ان هو مش عايز الاذى لحد لان عنده اخوات بنات. فاللي ما يرضاهوش لاخواته ما حبش ان هو يرضي للبنت دي. بس في شباب كتير بيقعوا في الموقف ده وما بيهمهمش وبيكملوا تسالي. وتيجي البنت تقول له انت ما انتش بتتصل بيا ليه، انت ما انتش مهتم بيا ليه؟ ودي برضو نصيحة للبنات اللي هما بيقعوا في الفخ ده، ما تسيبيش نفسك ان اي حد يكلمك، ما تحطيش نفسك في موقف زي كده. لما تبقي شايفة نفسك في السن ده ما تسيبيش نفسك ان اي حد يتصل عليكي تتجاري معاه في الكلام، ما تقابليش حد. انا رسالتي دلوقتي لكل بنت في السن ده وكل ولد في السن ده،
بس التوعية من الأهل هتبقى أحسن برضو ولما تسمعوا الفيديو ده إن شاء الله هتستفادوا منه، إن هو هيوعيكوا. ده فيديو للتوعية، وهي القصة دي فعلا حقيقية وبتحصل مع شباب كتير جدا، يعني مش هو لوحده بس اللي اتحط في الموقف ده، بس هو من الناس اللي ضميرها صحي، من الناس اللي جواها حاجة بتقول لها لأ انت غلط، ما ينفعش ان انت تكمل كده، ما ينفعش ان انت تفضل على كده. لازم كل بنت في السن ده مامتها تصاحبها، كل ولد في السن ده برضو مامته تتكلم معاه او باباه يصاحبه علشان يفهمه، علشان يديله توعية، سواء اخته الكبيرة، ممكن عمته، ممكن مرات عمه، ممكن مامته، اي حد هو بيرتاح معاه. مش عيب ان هو يسأله، مش عيب ان احنا نديله النصيحة، مش عيب ان احنا نقول لا اقف، ما ينفعش ان انت تعمل كده، بس بلاش نزعق، بلاش نجرح، بلاش ايه اللي انت بتعمله، ما ينفعش. هو مهما كان في سنه ده اي حد معرض ان هو يتحط في الموقف ده، في اللي بيسمح وفي اللي مش بيسمح. فانا مش عايزة بصراحة اي بنت تسمح بكده، مش عايزة اي شاب يحط في نفسه في موقف زي ده. انت مش هتستفيد حاجة لما تتسلى، مش هتستفيد اي حاجة غير كل ده هيترد لك، سواء ليك، لزوجتك، بنتك، لاختك، هيترد لك كل الحاجات دي بتترد. فانت ليه تحط نفسك في موقف زي كده وتقول مثلا الشيطان طبعا هيوزلك ان انت تكلمها، تشوفها هتقولك إيه وفي الاخر تقول ما انا كده كده كلمتها. وفي ولاد تانيين بيقولوا انا ليه اتجوز واحدة كلمتها. طب انت ليه بقى تحطي نفسك في موقف زي كده وانت عارفة ان هو مش هيخطبك ولا ان هو وحتى لو انت لسه في سن ما يسمحلكيش اساسا باي ارتباط، دي خلوا الفترة دي للتعليم بس، خلوها للتعليم بس. حسيتي مشاعر تجاه حد اكتميها جواكي، هتتغير مع الوقت، مشاعرك هتتغير. انت مفكرة ان انت خلاص هتقفي على الشخص اللي قدامك ده، لا، انت في فترة كل ما تعدي في مرحلة جديدة ممكن تقابلي شخص تحبيه تقولي انا ازاي كنت بحب الاولاني ده وقدامي شخص زي ده واسيبه. دي فترة اسمها تغييرات. هو فعلا جه بعد فترة الولد ده، انا سمعت ان اخته قالت ان هو خلاص نسيها، وقال دي كانت صفحة واتقفلت، لدرجة ان هي اساسا ما بقتش بتيجي في باله اساسا خالص. يقول انا فعلا يعني حاسس ان مشاعري اتغيرت خالص من الفترة اللي فاتت لحد دلوقتي، بقى مركز في مستقبله اكتر، إيه، ادى لنفسه وعد ان هو مش هيعمل كده تاني. حس ان هو عقله بقى بيكبر اكتر لما ويشوف حد كده، بقى بينصح صحابه بلاش تعمل كده، نصيحة مني ليك بلاش، انت اللي هتتعب، انت اللي هتحط نفسك في موقف مش كويس، هتتحسب عليك غلطة في حياتك، ممكن تعيش بذنب البنت دي مدى حياتك، حتى لو مجرد ان انت بس قلت لها كلمتين حلوين ولا خرجت معاها ولا اي حاجة، هتحس ان انت مجرد ما قلبها اتعلق بيك ان انت شلت ذنبها. فبلاش، ونصيحة، ويا رب كلكم تاخدوا بالنصيحة. واللي اتحط في موقف زي ده مش عيب ان هو يسمع ويتعلم، مش عيب ان هو يسأل، مش عيب ان الواحدة تستغفر ربنا وترجع تصلي وتقول يا رب انا اذنبت ان انا كلمت الولد ده او ان انا شفته برا. لا، المهم ان احنا نتعلم من غلطنا. مع السلامة.